يا رب دايما في أحسن حال. سؤال واحد وإجابتين. السؤال الأول: إيه هو سبب اختلاف شخصياتنا؟ وسؤال كمان معاه: إيه الحكمة من اختلاف شخصياتنا؟ لو هنجاوب بالطريقة الأولانية، وجهة نظر علم النفس، سبب اختلاف شخصياتنا إن إحنا بنتولد في بيئات مختلفة عن بعض، وبنتعامل مع ناس مختلفين عن بعض. الشخصية أولا هي حاجة بتتكون في البني آدم من عمر يوم وهو في بطن أمه وهو جنين لحد ما يوصل ل9 سنين. وبالمناسبة العلم أثبت إن الطفل في بطن أمه بيحس باللي بيحصل، بيحس بالانفعالات، بيحس بالبيئة المحيطة بيه، بيحس بالكلام ده كله، بتوصل له المشاعر من حب واهتمام أو غضب أو كره، إلى أن يوصل لأن سنه يبقى 9 سنين. ساعتها يحصل حاجة عنده اسمها التثبيت. وخلاصة الشخصية دي هي الأفكار اللي أنت بتستخلصها من اللي حواليك، من الظروف اللي حواليك، وخلاصة الأفكار اللي حواليك بيحاولوا ينقلها لك. عشان ندي مثل أكتر، لو بني آدم ربنا وجده في بيئة وسط ناس بيتعاملوا مع المال إن هو مصدر الأمان الوحيد، الشخص دوت هتبقى علاقته مع الفلوس علاقة خوف. عموما هو أي خلل في الشخصية بيبقى منبعه خوف من حاجة معينة. هيتعامل مع المال علاقة خوف. طيب، ده السبب في ان شخصياتنا مختلفة، لان البيئات اللي احنا بنتوجد فيها مختلفة. بمنتهى البساطة في الطبيعة حتى البطيخ اللي بيتزرع هنا غير البطيخ اللي بيتزرع في اليابان، غير البطيخ اللي بيتزرع في أفغانستان. موضوع مختلف. وفي بلد أصلا ما بينفعش يتزرع فيها بطيخ أو يطلع فيها بطيخ. ده مثال بسيط كده. احنا برضو زي البطيخ. ده سبب ان شخصياتنا مختلفة. ايه الحكمة من ان شخصياتنا تبقى مختلفة؟ الحكمة من ان شخصياتنا تبقى مختلفة ان كل واحد فينا يحاول يكمل الحتة اللي ناقصاه، لانك دايما هيبقى ناقصك حاجة. يحاول يكمل الحتة اللي ناقصاه باسلوب سليم في الحياة. بمعنى اصح، لو انا اتولدت في بيئة هي بتتعامل مع المال معاملة ان هو مصدر الامان الوحيد، زي المثل اللي انا ذكرته ان واحد بيتعامل مع المال بخوف، تمام؟ فطبيعي البيئة ديت هتبقى بيئة مش متيسرة ماديا، فيبقى ناقصها الفلوس. لو البني آدم دوت معلكش مشكلة الخوف من الفلوس قبل ما يخرج للدنيا ويشتغل ويتعامل، هتبقى فيه مشكلة وخلل في شخصيته. بمعنى، انت ناقصك الفلوس، قدامك طريقين عشان تكملها: يا طريقة سوية بالتجارة، بالشغل، بالكلام ده كله، او طريقة غير سوية، اللي هو لو انت بني ادم ربنا مسكك منصب وتحت منك عقدة، فانت معرض جدا لضعفك الشخصي، انك تبقى مختلس، انك تبقى حرامي، ما تبقاش امين، انك تبقى مرتشي، او لو بتتاجر تغش عشان تكسب اكتر، او اي وسيلة غير مشروعة. لكن لو انت عالجت مشكلة الخوف من المال قبل ما تفكر انك تكمله لان هو ناقصك، او قبل ما تفكر تكمل الحتة اللي ناقصك، ساعتها هتقدر تعمل الفلوس بعلاقة سوية ومتوازنة. طيب، ده الجانب النفسي. الجانب بقى الفلسفي او الروحاني: كل شيء خلقناه بقدر. ده اختبار كل واحد فينا، او ده امتحان كل واحد فينا. كل واحد فينا بيبقى ناقصه حاجة، كل واحد فينا بيبقى خايف من حاجة، هي دي اللي عامله له خلل في شخصيته. لازم هتكبر وانت خايف من حاجة. البني ادم اللي ما خافش خالص ده ما جاش على وش الدنيا، من اول ادم لحد اخر بني ادم. لازم هتبقى خايف من حاجة، وهي دي رحلتك، وهي دي تجربتك الروحية، وهو ده تنويرك، وهو ده انك تمشي في اتجاه خوفك. تمشي في اتجاه خوفك، مش تهرب منه، لحد ما توصل له وتقف في وشه كده وتعرف انت فعلا خايف من ايه.
وفي أثناء رحلتك انت بتفقد او مش بتفقد، بتنزل من عليك شوية حاجات كانت متقلاك، كانت متقلة الخوف ده جواك، بتنزل من عليك خوفك من رأي الناس، بتنزل من عليك خوفك من بكرة، بتنزل من عليك خوفك من نفسك، بتنزل من عليك شكك في الله، إلى إنك توصل لعمر يوم، للفطرة السليمة. ده الهدف من إن كلنا مختلفين. يا رب أكون بقدم لكم حاجة تنفعكم. دور قبل ما تخرج تتعامل مع الناس، تعمل حاجة من الاتنين أو تعمل الاتنين مع بعض. الحاجة الأولانية إنك تقرا وتتعلم وتشوف أنت بتخاف من إيه وتقوي نفسك عشان تعرف تواجه خوفك دوت بمنظور علم النفس. الحاجة التانية إنك تؤمن بإن مصدر الأمان الوحيد هو الله، ملهاش حل تاني، لأن بمنتهى البساطة انت مخترتش الظروف اللي انت تتحط فيها، انت ربنا حطك في الظروف ديت عشان تكبر بالشخصية دي، عشان تمشي المشوار دوت، وعشان ده اختبارك. ف ده مصدر الأمان الوحيد. اشوفكم على خير.